وكيان الدولة السياسي ونشاطاتها وأهدافها وغاياتها تؤكد أن دي دولة إسلامية. لكن يحسم كمان القضية حديث والآية إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني إيه مسلمين. وملكة سابأ جاءت في الآخر لتعلن ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. إذا وأسلمت أهو لا كان يهودي ولا طيب حضرتك عاوز تختم بحديث عشان نعم ندعي اللي هو حديث رواه النسائي. أي قال محمد صلى الله عليه وسلم، وهو طبعا من علم ربنا بقى اللي في كتاب لا يضل ربي ولا أنسى. قال سليمان، قال صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم لما بنى سليمان بيت المقدس مش هيكل سليمان لا يعني. بنى سليمان بيت المقدس، مش معنى هذا أنشأه من جديد لأن اللي بناه آدم. لكن قام بتوسعته زي ما رفع إبراهيم القواعد من البيت. فاهمني؟ يبقى إذا وسع وأضاف عنده تمكين وعمل فيه محاريب، يعني كان سليمان يعني نسق هذا البيت على نسق إبراهيم. قال محمد صلى الله عليه وسلم لما بنى سليمان بيت المقدس سأل الله خلالا 3. منها هنقول واحدة منهم بس. ما من إنسان يتوضأ في بيته ويخرج لا ينهزه إلا الصلاة في المسجد الأقصى إلا خرج من ذنوبه يوم ولدته أمه. يبقى إذن مسجد وبيت المقدس بناه سليمان عليه السلام، ما كان يهوديا ولا نصرانيا. إذن بيت المقدس عاصمة الدولة الإسلامية التي امتدت حدودها على أرض الشام كلها وجزء من أرض والجزيرة لا نعرف حدودها الكاملة، لكن واضح أن الجزيرة العربية كان وهي ميراث الأمة الإسلامية. إذن اليهود مغتصبون، القتل سفاك الدماء مغتصبون لفلسطين وتحريرها، وإخواننا الآن يزودون عن بيت المقدس ميراث النبوات. نعم، ونسأل الله أن يوفقهم ويعني نستأذنك تدعو لهم حتى يوفقهم الله في خلال مثلا دقيقتين عشان وقتنا خلاص انتهى. الحمد لله واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نسألك يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام أن تأذن في تحرير المسجد الأقصى الأسير وتأذن لشريعتك أن تحكم لكتابك أن يسود. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز بها أهل طاعتك ويذل بها أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف ونهي عن المنكر. نستغيث بك لإخواننا على أرض فلسطين وعلى أرض العراق وغيرها من ديار الإسلام. نستغيث بك لإخواننا على أرض غزة وغيرها من ديار الإسلام. نستغيث بك للمستضعفين في الأرض يا رب العالمين. نستغيث بك فأغثهم ونستنصر بك فانصرهم. اللهم سدد رميهم وتولى أمرهم وتقبل شهداءهم واستر أعراضهم وفك أسراهم كف أيدي المجرمين عنهم، كف أيدي اليهود عنهم، اربط على قلوبهم وقلوب آبائهم وأزواجهم وأمهاتهم وأطفالهم. اللهم أجرهم في مصائبهم خير يبدلهم خير منها رب العالمين. ربنا إنهم مغلوبون فانتصر، حفاة فاحملهم، جياع فأطعمهم، عطش فاسقهم، مرضى فدوهم، محصورون ففك الحصار عنهم. اللهم حنن قلوب المسلمين عليهم يا رب العالمين. اللهم وفق أمة الإسلام للوقوف معهم ولقتال اليهود معهم. اللهم رحماك باليتامى، رحماك بالأرامل، رحماك بالعطشة والزمنة والمرضى. اللهم إنا نسألك لهم رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أنت عضدهم، أنت ناصرهم، بك يصولون وبك يجلون وبك يقاتلون. اللهم خير لهم واختر لهم. اللهم كف أيدي اليهود عنهم. اللهم اربط على قلوبهم وقلوب آبائهم وأزواجهم وأمهاتهم. نسألك لهم العافية في الدنيا والآخرة. نسألك لهم العفو والعافية في دينهم ودنياهم وأهليهم ومالهم وأولادهم. استر عوراتهم، آمن روعاتهم. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، اعوذ بعظمتك أن يغتال من تحتهم يا رب. اللهم قوي ظهورهم. اللهم انزل السكينة والطمأنينة على قلوبهم يا ربي. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم كحل عيونهم بنصرة دينك وكتابك وسنة نبيك. إنهم يدافعون عن شرف الأمة، يدافعون عن بيت المقدس، يدافعون عن النساء والأطفال في غزة وفي أرض الإسلام كلها. إنهم يدافعون عن شرف الأمة، عن أوطان الأمة. فخذ بنواصيهم إلى الخير، إلى غيرك لا تكلهم يا رب. لقد خذلتهم الدنيا كلها، ليس لهم باب سواك، ليس لهم رب سواك،
ليس لهم رب سواك فيدعونه. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم تولى أمرهم، اللهم تولى أمرهم. كف أيدي اليهود عليكم عنهم. عليك باليهود ومن عاونهم وشايعهم وفتح لهم بابا إلى ديار الإسلام. عليك مجرمي الأمريكان والإنجليز ومن عاونهم وشايعهم وفتح لهم بابا إلى ديار الإسلام. عليك بكل من أشاع الرعب والقتل والفتنة والكفر والفساد في بلاد المسلمين. لقد أشاعوا الفتن في بلادنا، وأشاعوا الفتن وسوء الحلاقات بين الحاكم والمحكوم وبين أبناء الأمة بجميع طوائفها. عليك بأعداء الإسلام الذين احتلوا أوطان المسلمين وسلبوا ثروات المسلمين واستحلوا دماء المسلمين وأعراض المسلمين. اللهم احصهم عددا، اللهم اقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. قاتل المجرمين إلى الحق، قاتل المجرمين إلى الحق، عليهم رجزك وعقابك. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم، اللهم اهزمهم وزلزلهم. اللهم اكفناهم أمة محمد بما شئت. اللهم أرح منهم البلاد والعباد. عليك بهم فيما إنهم لا يعجزونك. أهلكم كما أهلكت عادا وثمود وفرعون وقوم لوط. أرنا فيهم عجائب قدرتك. انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. انصر المستضعفين في الأرض، انصر دعوتنا وبارك أخوتنا، وفق قادتنا، أصلح ذات بيننا، أصلح فساد قلوبنا، اجمع شملنا، وحد صفنا، واحقن دماءنا، ولا تجعل بأسنا بيننا، واجعل بأسنا على عدونا. وفق أمة محمد لنصرة إخوان في فلسطين، إخوان في غزة. ارفع البلاء يا رب، يا رب ارفع هذا البلاء يا رب، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. لا تكل إخواننا في غزة وغيرها إلى أنفسهم طرفة عين. هذا الدعاء ومنك الإجابة وعليك التكلان. لا ترد إخواننا خائبين، ولا ترد أمة محمد خائبين، ليس لهم سواك يا رب العالمين. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في المال يوم الدين. وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة والتابعين وتابع التابعين وتابعين بإحسان يوم الدين. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا دكتور جمال. نسأل الله أن يجعل هذه الكلمات وهذه الدعوات في ميزان حسناتكم وحسناتنا جميعا، وأن يجعلها مقبولة، وأن يجعل أهل غزة فيها نصيبا. مشاهدينا الكرام، وإلى هنا نصل إلى نهاية حلقة اليوم، ونطوي صفحة من تاريخ الأمة الإسلامية تلوناه عليكم وذكرناه لكم من خلال غزة، قصة الصراع. وغدا إن شاء الله رب العالمين نلتقي مع صفحة أخرى من صفحات التاريخ ونكمل قصة الصراع.